أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن إلى آخر الآية. إذا سبحان الله، الأحد الصالحين ذهب مع تلميذ له عند قوم فأكلوا، فبعد ما أكلوا خرج التلميذ مع الأستاذ وقالوا والله ليس من شهامة أن تصب النساء على أيدي الرجال. بعد ما أكلوا صبوا على يديهم ماء، غسلوا يديهم وتوكلوا على الله مشوا. فالتلميذ يقول يعني عيب أن النساء يصب على يد الرجال، فين الرجال؟ قال شيخه والله آكل في هذا البيت منذ 10 سنين لا أدري الذي يصب على يدي رجل أم امرأة. انت راح تبص ولا راح تاكل وتمشي؟ فهو عمل يعني ده يقول عليه متعدد المواهب، اكل وبص في ايه يا اخوانا؟ سبحان الله. فالقضيه ان الانسان وحده واحده، ولما انت تغض البصر يحصل لك 3 امور: بصيرتك تنطلق، الحكمه ربنا ينطقها على لسان، الامر الثاني. الامر الثالث خلي بالك، لا احد له دين عندك يوم القيامه، لانك كلما نظرت الى حرمه مسلم اخذ من ايه؟ من حسناتك يوم، لانك انتقصت من قدره. هي خرجت الشارع مضطره، خرجت الى العمل مضطره، فاتق الله انت فيها ولا تنظر. سبحان الله. حاتم تلميذ عند شقيق البلد 30 عام متواصله، ما في يوم الا ما يعد عليه. بعد مرور 30 سنه طرق باب شقيق يتوضا، قال لزوجته افتح الباب، فتحت ورجعت. من بالباب؟ قالت صاحبك الاعمى. قال والله ما لي من اصحاب عميان. سبحان الله. فخرج وجده حاتم، قال ظنتك زوجتي اعمى. 30 سنه ياتي الى بيت صديقه وزوجة صديقه تظن ان الرجل ايه ده، ما شاء الله الباب يفتح، انت عارف يعني سبحان الله، يشوف قطر من هنا سبحان الله، يعني يجيب اخر البيت. الله، في لوحه عندكم ما شفتها من قبل، لوحه يا ابن الحلال تزرقاء اليمامه، لا اله الا الله، غض البصر. لكن من ادش الاسلام ده عظيم ازاي. الاسلام عنده قضيه الوقايه خير من العلاج. اطرق الباب واعط ظهرك للباب، وقف على يمينه، السلام عليكم من؟ فلان. طرق رجل باب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول من؟ قال انا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انا كانه كرهها صلى الله عليه وسلم. من انت؟ انا. قالها من؟ قالها ابليس، صح ولا لا؟ قال انا خير منه. يقول فلان ابن فلان. وقف واعط ظهرك للباب، وبعدين اول ما يقول لك تفضل فتريث شوي، تفضل مره ثانيه، بعد اذا دخلت قف، لا تجلس الا اذا وضح لك صاحب البيت اين تجلس. هذا من الادب يا اخي، هذا من الادب. سبحان الله. فاذا جلست خلاص ان صاحب البيت اولى